كتير من الناس بيعتقدوا إن أصل الكحك بيعود لعهد الدولة الفاطمية، لأن الفاطميون اهتموا بإدخال مظاهر البهجة المختلفة على المسلمين في مناسبات كتير خصوصا الدينية. لكن الحقيقة إن الكحك أو الكعك زي ما حابب تقول بيعود تاريخه للعصر الفرعوني، لما كانت زوجات الملوك بتقدمه للكهنة القائمين على حراسة الهرم الأكبر في يوم تعامد الشمس على حجرة خوفو. تعال نعرف مع بعض ايه قصة الكحك وكان شكله ازاي زمان. انا محمد فرج جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معايا في حياة زمان. المصريين القدماء برعوا في مظاهر الاحتفال المختلفة، واللي كان منها الكحك اللي ظهر في عهد الملك رمسيس الثالث، وتم اكتشاف أول صورة لشكل الفرن الملكي في إحدى الغرف الجانبية من مقبرة الملك، وكان ظاهر جنبه صورة للكحك منقوش عليه رسم الإله آتون إله الشمس، لأنهم كانوا بيقدموا الكحك قربانا للآلهة. ورغم إن كحك العيد اتعرف من أيام الفراعنة، إلا إن المصريين عرفوا البسكوت مؤخرا، وكان عن طريق الأجانب اللي جم مصر وخاصة الإيطاليين، وأصبح الكحك فيما بعد على أشكال دائرية وتقدم في الأعياد أو عند زيارة الموتى والقبور. كمان كان من مظاهر الفرح والاحتفال عند المصريين توزيع الكحك على بعضهم البعض. استمر المصريين القدماء في صناعة الكحك لغاية دخول العصر الفاطمي وإنشاء الدولة دار تشبه الوزارة مخصصة فقط لصناعة الكحك، واتسمت بدار الفطرة. دار الفطرة كانت بتدار من خلال 100 عامل بيقوموا بصنع أشكال وأنواع مختلفة من كحك العيد. كانت بتبدأ عملها من منتصف شهر رجب، وتقوم الدار بتوزيع الكحك على العامة من الشعب قبل العيد بيوم واحد، ومعها قوالب مكتوب عليها عبارات تهنئة بالعيد، منها كل هنيئا، كل واشكر، بالشكر تدوم النعم. طب هل اختلف أشكال الكحك زمان عن دلوقتي؟ بص يا سعادة البيه ويا ست هانم، أشكال كحك العيد ما كانتش مقتصرة على شكل معين، ده وصلت أشكاله اللي عرفها المصريين القدماء ل100 شكل، منها اللولبي والمخروطي والمستطيل والمستدير. وخاصة إن كل الأشكال دي نقشت على جدران مقبرة الوزير رخميرع من الأسرة ال18، وهي الصور اللي بتوضح خطوات صناعة كحك العيد تفصيلياً. اتقال إن طريقة عمله زمان من خلال عسل النحل اللي بيخلط بالسمن ويقلب على النار، وبعدين بيضاف الدقيق ويقلب لحد ما يتحول لعجينة يسهل تشكيلها بالأشكال اللي عايزينها، وبعدين يرص على ألواح الإردواز ويوضع في الفرن. وكان في بعض الأنواع بتقلى في السمن أو الزيت، وأحيانا كانوا بيقوموا بحشو الكحك بالتمر المجفف أو التين والفواكه المجففة كالنبق والزبيب. ووجدت أقراص الكحك محتفظة بهيئتها، ومعها قطع من الجبن الأبيض وزجاجة من عسل النحل. عندما زار هيرودوت مصر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تعجب، لأن المصريين يمزجون عجين الكحك والخبز بأرجلهم في حين يمزجون التين بأيديهم. ومع تطور التكنولوجيا ظهرت أطعمة مختلفة من الكحك، إلا أنه مازال بيحتفظ بشكله التقليدي المميز، وبات هناك كثير من المصانع والأفران تتنافس على تقديمه بأطعمة مختلفة، وما زالت بعض البيوت المصرية بتحتفظ بفرحة صناعته في المنزل في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان. طب قول لنا إيه قصة الدنانير الذهبية في كحك العهد الإخشيدي؟ في عهد الدولة الإخشيدية كان أبو بكر المرداني وزير الدولة بيصنع الكحك في أعياد الفطر ويحشوه بالدنانير الذهبية، وكان يطلق عليه حينها أفطن إليه، يعني انتبه للمفاجأة. وتم تحريف اسم الكحك إلى أنطونلا، وكانت تقدم في دار الفقراء على مائدة طولها 200 متر وعرضها 7 أمتار. كان يخصص الخليفة الفاطمي مبلغ 20,000 دينار لصناعة الكحك في عيد الفطر، فكانت المصانع تتفرغ لصنعه بداية من منتصف شهر رجب، وتم ملء مخازن السلطان بيه. كمان كان الخليفة بيتولى توزيعه بنفسه، وكان الفاطميون بيحرصوا دايما على إعداد صماط اللي هي طاولة ضخمة، يعني طولها فوق 1000 متر، بيتحط عليها 60 نوع من الكحك ومشتقاته. كان حجم الكحكة الواحدة في حجم رغيف الخبز، وزي ما قلنا إنه تم تخصيص إدارة حكومية عشان تعمل الكحك. طب مين الست حافظة اللي كانت مشهورة في الوقت ده بعمل الكحك؟
الست حافظة دي كانت أشهر واحدة بتعمل كحك في الوقت ده. كانت بتنقش على الكحكاية عبارات مختلفة زي تسلم إيدك يا حافظة أو بالشكر تدوم النعم. ما كانش أي حد بياكل كحك حافظة، ده كان بياكل منه الناس المحظوظة من ضيوف الخليفة. ومن أفضل المظاهر على الإطلاق أوقاف البر والإحسان اللي كان يصرف من ريحها على صنع الكحك وتوزيعه على الفقراء في عيد الفطر. ومن أشهرها وقفية الأميرة نتر الحجازية، واللي كانت بتوزع الكحك الناعم والخشن على الموظفين في مدرستها اللي أنشأتها سنة 748 هجرية. وطالما بنتكلم بقى عن الكحك والعيد، لازم نلفت النظر لقصة العيدية اللي اتشهرت لحد النهاردة وإيه أصلها. فيما يخص منح النقود في الأعياد، فإن كلمة عيدية مشتقة من كلمة عيد، وهو لفظ أطلقه الناس على النقود والهدايا اللي كانت بتوزعها الدولة خلال العيد، لكن اختلفت الأسماء اللي أطلقت عليها على مدار العصور. وفي العصر الفاطمي ظهرت العيدية في مصر وكانت تعرف بأسماء مختلفة من بينها الرسوم، وكان الفاطميون يحرصون على توزيع النقود والثياب على المواطنين خلال فترة الأعياد. أما في العصر المملوكي ظلت العادة موجودة، لكنها كانت تعرف باسم الجمكية، وهي كلمة تعني المال المخصص لشراء الملابس. وفي العصر العثماني اختلفت طريقة تقديم العيدية بشكل كبير، فبدل من تقديمها من قبل الأمراء على هيئة دنانير ذهبية، أصبح بيتم تقديمها في صورة هدايا ونقود للأطفال. فكان لكل عصر طريقة مختلفة خاصة به في تقديم العيدية، لكنها ظهرت لأول مرة في العصر الفاطمي على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر سعيد عليكم يا رب إن شاء الله، ونشوفكم على خير.